اسمك ايه؟ شناوي. يلا يا شناوي تعالى نعرف اسعار فوانيس مع بعض كده. ان شاء الله. تعالى نبدا منين؟ دوت عامل 350. اه ده نوعه ايه؟ صاج. صاج. صاج وعليه قماش. صاج وعليه قماش. جميل. ده ب 700. يا بلاش. 350. 1800. ده 1800. ده كله صاج وعليه قماش. وعليه قماش خيامية. حاجه بقى زي كده شقه البطيخ ده كله زمان برضه. اه ده شقة البطيخ. اه ده بكام بقى؟ ده كله ازاي؟ 600 جنيه. 600 جنيه. حاجه زي النجمه ديت. اه النجمة اهو. كام النجمة؟ النجمه دي ب 900. النجمة ده 900. يا بلاش يا شناوي. كل حاجه ولا سعر. الفانوس ده دوت. اه ده بيتفتح ويتحط له شمعة. بتاع زمان. 90 جنيه بقى. 90 جنيه. في خصم على كميات؟ يغني ونور. حلو قوي ده. يغني وبينور. ده جميل. بكام ده؟ ده ب 120. في منه الوان كتير. في بامبا واصفر واحمر. حلو ده علشان نهادي ونراضي العيال. وعربية الفول اللي في الارض 150. والفانوس القمر ده ده ب 200. ده ب 200 واللي جنبه ب 230. واللي فوق دول قلنا 500. دول ب 600 شقه البطيخ. ده ب 600. ده ب 700. ده ب 700. بس ما بتشوفش. وعندي بقى طوبه طبله ب 20 جنيه. والزينه الو. الزينة الفرع بكام؟ 25. ده ب 10 جنيه. ده ب 10 جنيه. لا كم متر؟ 5 متر. انت ايه ده؟ كام المفرش ده؟ المفرش ده بكام؟ ده ستيكر ثلاجه. الثلاجه ب 10 جنيه والكبير الكارت ب 20. وده ب 50 جنيه. متر ونص في متر ونص. والبلاستيك خلاص بينور. القماش بردك متر ونص في متر ونص ب 70. يا بلاش اسعارك جميلة. الفانوس ده بولاد دوت التليفون خالص دوت لو الصواريخ ب 10000 جنيه. ده ب 10000 جنيه. ده قد ايه مترين؟ ولا عندك اقلام اللي فيها حاجة فنانين؟ هو بتعمل اوريك حاجه جوه. ايوه ده. تعالى اوريك حاجه. تعالى اوريك حاجه. استنى بس لما نكمل عند عمو الشناوي. انت قلت ده ب 600. ده وده ده ب 1000 ونص. ده ب 1000 ونص. اسمه ايه الفانوس ده؟ ابو الولاد. ابو الايه؟ ابو الولاد. ابو الولاد. واللي جنبيه ده ب 800. ده ب 800. اسمه ايه فانوس ايه؟ خماسي وسداسي؟ في بقى الفانوس دوت برضه. اسمه ايه بقى الفانوس ده؟ برج برضه. برج. عامل كام البرج ده؟ نادي وحزبيه. ده عامل 2000 ونص. 2000 ونص. ماشي يا شناوي. يا صباح الجمال، صباح السعادة، صباح الهنا، صباح السرور، صباح كل حاجة حلوة على كل واحد هيشوف الفيديو ده. وحشتوني كالعادة وربنا ما يقطع لنا عادة. احنا النهاردة فين؟ احنا النهاردة موجودين في الخيامية، وتحديدا شارع تحت الربع. وما ينفعش يجي رمضان وما جيش الشارع ده. عايزة اقول لكم ان الشارع ده اجمل الشوارع المحببة لقلبي، اللي لازما انزل واصور فيه واتمشى فيه علشان اقول لكم الحاجات اللي فيه قد ايه حلوة، وعلشان تستنفعوا وتتمتعوا معايا بالاجواء بتاعه رمضان، وتشوفوا كمان ان هو فيه كل ما يلزم البيت بقى من شوايات وسجان ومستلزمات الكحك، اللي هي سواء بقى صاجات او سواء منقاش الكحك او سواء اي حاجة. ولان الخيامية هي اكتر مكان مميز بصناعة الفوانيس، فهتلاقوا ورش كتير جدا وهتلاقوا اشكال مختلفة وهتلاقوا حاجات حلوة. فعملت لكم الفيديو ده. هو كان للأسف مدته ساعة ونص بس طيب الفيديو كان مدته ساعة ونص بس احنا قسمناه على مقاطع علشان ما كنش طولت عليكم.
في البداية كده زي ما قلت لكم احنا موجودين في شارع تحت الربع، ولان تحت الربع او شارع احمد ماهر زي ما بيسموه، المنطقة دي كلها متخصصة في صناعة الفوانيس. فطول ما انتوا ماشيين هتحسوا باجواء رمضان. عايزة اقول لكم ان الفانوس الصغير ده كان سعره 900 جنيه، والفانوس الكبير ده كان بيوصل ل 2000 جنيه اللي هو المنور ده. طيب العربيات دي كانت اي عربية سعرها 200 جنيه، عربية الفول بقى، عربية الكنافة، القطايف، المسحراتي، كل الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا دي كان سعر موحد 200 جنيه. عايزه اقول لكم ان اليوم كان جميل جدا جدا. ابتدينا كده على الساعه 3 العصر او 4، فوصلنا هناك. عبل ما وصلنا دخلنا الخياميه كان وصلنا على الساعه 7 او 8. طيب ليه كل الوقت ده؟ لان احنا كل ما بنتمشى في الشارع الشغل بيبهرنا، والفوانيس وجمال المعروضات بقى، سواء مفارش او لعب اطفال او زينه او ستيكر او صواني او قماش الخيامية او الطبالي. عايزه اقول لكم ان الشارع بجد فيه حاجات حلوة جدا وشغل كتير جدا جدا، سواء بقى من الفوانيس او من زينة رمضان او الخيامية. طيب مكانه فين او اقرب محطة مترو فين؟ احنا ممكن ننزل محطة محمد نجيب الخط التاني، وهنتجه الشارع اللي هو او نركب لو مش قادرين نمشي. هو المشي هياخد 10 دقايق لربع ساعة. لو عايزين نركب هنركب اول ميكروباص يقابلنا او اتوبيس او اي حاجة هتطلعنا لحد شارع المديرية بره، وبعد كده هنتمشى هنلاقي نفسينا في قلب الخيامية في الشارع الجميل ده، شارع تحت الربع. لو كنتوا بقى عايزين تفتحوا مطعم او مستلزمات مطعم من افران وصاجات والحاجات كلها بتاعت المطاعم، طبعا الشارع ده مليان شغل كتير جدا وحاجات حلوة جدا من مستلزمات المطاعم، سواء بقى الافران اللي بنسوي فيها الاكل، او سواء السجان او الحلل او الحاجات دي. طيب الشارع ده كمان وباب الشعرية، اول ما هتنزلوا باب الشعرية هتلاقوا هناك مليان بمستلزمات المطاعم. دي كانت زينة رمضان، وده كان ب25 و35 اللي هو الحبل، وكان في الحبل 10 متر. دي الصواني الخشب دي هتلاقوها عند كل التجار. كان الطقم صينيتين كان عاملين 150 جنيه. من الحاجات الحلوة شفت مفارش وشفت قماش ينفع ناخد منه طبعا ونعمل خداديات. وهنا السجان علشان الكحك والقوالب دي كان في قالب كبير وقالب صغير، وحقيقي كان سعرهم خرافة. كان القالب عامل 200 والكبير كان 250 جنيه، واسعاره حلوة جدا جدا. وعنده قوالب طبعا الكيك زي ما احنا شايفين من الالومنيوم، علشان ما تشتروش الاستانلس ما ينفعش يدخل الفرن، فالالومنيوم ده بيبقى معمر. وطبعا كل اجدادنا وكل اهالينا بتوع زمان كانوا بيستخدموا الالومنيوم، وعايزه اقول لكم الالومنيوم عنده نضيف جدا. كمان هتلاقوا البراد الصاج بتاع زمان ده لو حابب تشرب كوبايه شاي بطعم مختلف، وعنده السبرتيات لو عايز تشتري سبرتايه. عنده الصواني اللي هي النحاس دي، وكان عنده مقاسات كبيره جدا وكتيره. لو عروسه وبتجهزي وعايزه تجيبي صينيه مختلفه فروحي عند عمو ده هتلاقيه اول فرش يقابلك على ايدك اليمين في الخياميه. الصينيه الصغيره دي كانت عامله 200 جنيه، فطبعا اسعاره متفاوته لحد 500 جنيه. وعنده الشوايات المدوره والمربعه، وعنده المبخره النحاس دي كانت ب200، واللي هي البيضه دي ب150. فطبعا انا كنت رايحه اجيب مبخره. فطبعا هتلاقوا حاجات كتير بقى زي ما قلت لكم. كل ما هتمشي والله هتنبهروا. ما تنسوش كمان لو بتحبوا السيشن عاملين ديكوريشن كتير جدا وكبير من اشكال بوجي وطمطم والفوانيس الكبيرة والخيامية، فهتطلعوا هناك بأحلى سيشن في الشارع ده. كمان موجود موجود زي ما قلت لكم اللي هو السجان بتاعة الكحك والبسكوت علشان حاجة رمضان علشان ما ننساش، والفوانيس بقى بكل أشكالها وأحجامها وألوانها لو هنجيب كمية، لو هنهادي ونراضي أحبابنا وولاد إخواتنا. فهتلاقوا هناك الفوانيس كانت بتبتدي من 25 جنيه لحد بقى زي ما انت عايز لحد 180 جنيه. ده الفوانيس اللي هي الزينة اللي هي الفانوس اللعبة ده كان سعره عالي شوية. هنا كان الشوايات دي وكانت بصراحة اسعارها انا مش فاكرة، بس هو لو عجبكم حاجة يعني خدوها سكرين وروحوا هناك هتلاقوه قبل عمو بتاع التحف ده. والزعف، عارفين الزعف اللي هو بتاع الصعيد والفلاحين ده شغله من الزعف، من الشنط بقى والعياشة. زي ما انتوا شايفين كده الشغل وجماله. لو بتحبوا الحاجات والتحف والانتيكات دي فهتلاقوا عمو هناك. دي قال لي عامله 200 والاكبر كانت 250. وطبعا اخواتنا الصعايده عارفين ان ده شغل الزعف
فطبعا ده مشهور يعني حلو قوي في البلاد، في الارياف. الشغل ده بيعملوه في الارياف بيبقى حلو جدا. هنا بقى تعالوا نخش على الفوانيس دي. والفوانيس كانت اسعارها بصراحه كانت ارخص من السيده زينب، وده اتفاجئت بيه السنه دي، يمكن علشان اتمشيت كتير او سالت فروشات كتير، ويمكن علشان لقيت هنا شغل حلو قوي. بصوا الفانوس ده وجماله، ده كان عاجبني جدا. ده كان ب45 جنيه. ده ينفع نعلقه ميداليه، وينفع نهدي بيه لو عندك صاحبتك حبيبتك كده وعايزه تجيبي هديه على قد الايد واقتصاديه، فممكن تجيبي لها فانوس من ده اهو، يبقى ذكرى ويبقى حاجه حلوه. الفانوس الكبير كان بيوصل لحد 2500، وكمان هنشوف معانا شغل كان بيوصل لحد 10,000 جنيه. طبعا الفوانيس بتاعت الفنادق اللي هم بيجيبوها يعني ويحطوها في الريسبشن وكده. والفوانيس بقى بكل اشكالها واحجامها واسمائها، سواء عفركوش سواء الخماسي. عارفين النجمه دي كانت عامله 850 جنيه. بصوا جو رمضان ده ما يحلاش غير في الشوارع دي بقى، في الازهر والدرب الاحمر والحسين والخياميه والغوريه. مش هتحسوا بطعم رمضان وزينة رمضان كده وفرحة رمضان وبهجة رمضان غير لما تتمشوا في الأماكن دي. ويا سلام بقى لو بعد الفطار كده وزهقانين وحابين نتمشى وننزل كده على منطقة الحسين. عايزة اقول لكم التمشية هناك حلوة جدا. كمان لو دخلتوا شارع المعز وتمشيتوا حقيقي هتلاقوا الاجواء حلوة قوي. لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تحطوا لي اشتراك ولايك وكومنت، وهكمل معاكم. حقيقي الفيديو كان مبهج جدا جدا، وانتظروا جولات تانية كتير في شارع المعز. طيب بعد النصايح بقى، لو حابين تنزلوا السيدة زينب او تحت الربع فياريت تخلوا بالكم، لان الشوارع دي بتبقى زحمة جدا، لان الشارع رايح جاي، فهتلاقوا بقى العربيات والتكاتك حاجة فوق الوصف، والشارع بيبقى زحمة جدا. فخلوا بالكم من الزحام، بلاش اصطحاب اطفال علشان العربيات والتكاتك. فلو هنروح نجيب زينة رمضان وحاجة رمضان نروح بدري شوية. لو حابين نتصور فننزل على الساعة 5 المغرب كده او 6. نرجع بقى للصواني العسل دي او القمر دي اللي طالعه ترندي. كانت الصواني قلت لكم ب 150 جنيه الطقم، وفرع الزينه كان بيبتدي من 25 جنيه لحد 850 جنيه. ايوه ما تستغربوش، احنا لسه ما دخلناش الخياميه، احنا في شارع تحت الربع. فعايزه اقول لكم ان الاسعار جوه هتلاقوها يعني هتنبهروا، لان هو على حسب جوده الفانوس او حسب جوده الشغل هتلاقوا الاسعار. تمام. هنا الفوانيس الكبيرة اللي هي بتاعت الفنادق بقى وكده. فالسعر الفانوس الكبير ده كان بيوصل لحد 2 متر ونص و3 متر، كان بيوصل لحد 10,000 جنيه. والفوانيس الصغيرة دي كان من 350 لحد 700 و800، طبعا على حسب الحجم اللي حضرتك عايزه وحسب الشكل. ولان الفوانيس الجميلة دي معمولة من خامة الصاج، فعلى فكرة عايزة اقول لكم ان الفانوس بيعيش وعلى حسب برضو استهلاك حضرتك واستخدامه. يعني ممكن الفانوس يعيش مع حضرتك 3 سنين او 4 سنين على حسب برضو ايه جودة استخدام حضرتك. هنا بقى الفانوس اللي هو معمول ده او مزخرف ده اللي كان عند الشناوي، فهتلاقوا الاسعار بصراحة هتلاقوها اغلى شوية، لكن الشناوي ده كان ارخص سعر في السوق. اللي سجلت معاه في بداية الفيديو كان عنده مشغولات وكان عنده فوانيس كتيرة جدا. هنا تعالوا نخش على التحف دي. والفانوس اللي هو الكبير ده اللي معمول من الخشب، ده كان اول مرة يشاركنا سنة 2025. ده مدفع كبير، مدفع رمضان، معمول ديكوريشن كده نقدر نتصور عنده. ودي كانت القلة دي بقى، القلة بالطبق دي كانت ب 150 جنيه، ولقيت منها اشكال كتير او الوان كتير، في منها الاورنج والاخضر والبرتقالي والبامبا، فمنها اشكال كتير بتتعمل كده ديكور، فحقيقي حلوة جدا. وزي ما قلت لكم ان الخيامية السنة دي فاجئتني بالشغل اللي فيها او بالفوانيس والتحف اللي فيها. هنا دي كانت ب 350. وعايزة اقول لكم هنا كان في حبة تحف من الفوانيس بقى والمنبهات والاشكال الحلوة دي والهلال. فلو كنتوا بتحبوا الفوانيس اللي هي الجديدة دي فانصحكم تروحوا هنا. طيب هنا المحل اسمه ايه؟ حقيقي مركزتش في الاسم المحل على قد ما ركزت اني اظهر الفوانيس واظهر الشغل واشوف المعروضات. فممكن لو عجبكم شكل فانوس تاخدوه سكرين وتنزلوا المحلات. على فكرة ما تتوهش، اول ما تتمشوا انتوا بذات نفسكم هتكتشفوا المحل اللي فيه الشغل ده. والاسعار على فكرة بتبقى يعني غالية من محل للتاني، 10 جنيه 15 جنيه فلا تذكر. بالنسبة للفصال مش عارفة فيه فصال ولا لا. هنا الكوشن ده كانت ب45 جنيه وب35.
طيب القماشة كانت قماشة خيامية، كانت جامدة جدا على فكرة، بتستحمل. وهنا الديكورات دي بقى لو بتحبوا فنانيس وعيلته، فكانت ايه بعض الديكورات اللي هي الجميلة اللي احنا شايفينها دي. الاسعار ايه، حاولت اسأل ما كانش فيه حد للأسف، كانوا كلهم مشغولين، فما كانش فيه حد يجاوبني على الاسعار. بس قلت اما اجيبها لكم كده واوريكم الديكوريشن الجميل بفنانيس وعيلته. هنا الفانوس الكبير، ودي القله بصوا كل الالوان اللي انتوا عايزينها بقى، اورنج او بنفسجي او اخضر، هتلاقوها ماليه السوق، وحقيقي حلوه جدا. بالنسبه للطبليه لو حابين تشتروا طبالي يعني، هتلاقوا هناك السعر بيبتدي من 200 جنيه للطبليه المدوره، و125 جنيه هتلاقوا احجام صغيره واحجام كبيره. فلو عايزين هناك تشتروا طبالي هتلاقوا طبالي كتير. الطبلية اللي هي المدورة دي اللي ممكن نشتريها ونحط عليها الفوانيس او على حسب استخدامنا، زي الترابيزة كده اللي معروض عليها الفوانيس. كمان هتلاقوا قماش خيامية بيتقص بالمتر، المتر كان عامل 90 و80، ولما نوصل له في الفيديو التاني هقول لكم مكانه. وكمان كان في مفارش زينة، وكان في كمان البوف زي البوف اللي ورا بوجي ده، كان من اول 150 و200 جنيه و350 جنيه للبوف. كانوا في اشكال مربع واشكال مدور. هنا تعالوا نسمع عمو ده عنده حبة جاتوهات زي ما بيقولوا من المفارش ومن المشايت. انا استاذنك بس اعدي اصور الحاجات الحلوه اللي عنده دي. انا اسف اتفضل. لونها جميله. دي 2 في 3. دي 2 في 3 حاجه فلاحي. طب وده بكام؟ ده طابلوه كام الطابلوه؟ ب50 ولا بكام؟ ده ب200. هو ده جميل. جميل. هرجع. اسم حضرتك ايه؟ محمد فهمي؟ محمد زكي. محمد زكي. وزي ما سمعنا كده عند الاستاذ محمد زكي للطابلوهات والمفروشات اللي هي اليدوي، كان الطابلو كان عامل 50 و150 واسعاره حلوه جدا، وعنده شغل حلو قوي قوي في المحل. بس طبعا علشان الزحمه والزنقه، وبصراحه كان نفسي يعني انا كنت لسه في بدايه الجوله، فعايزه اصور على قد ما اقدر الحاجات اللي موجوده علشان يعني افرجكم، وكمان افرج نفسي واعرف ان الشارع ده فيه حاجات حلوه. فعنده بجد طابلوهات، وعنده مفارش سجاد، وعنده حاجات حلوه. لو وصلتوا لغايه لايك واشتراك وكومنت، وانتظروني في بقيه الفيديو. تحياتي ليكم.